عودًا حميدًا لمحمد سلام بعد سنتين، الناس كلها كانت مستنية أي حاجة يظهر فيها محمد سلام، وآخر سنتين محمد سلام ظهر في عملين بس، كان مسلسل الكبير طبعًا مع أحمد مكي، وفيلم بضع ساعات في يومٍ ما، وكان فيلم سيء جدًا، ده كان بطولة هشام ماجد، والناس كانت مستنية محمد سلام إن هم كانوا حاسين إن هو اتظلم أو اتكنسل مرة واحدة بسبب رأيه وقرار خده، حتى ناس كتير أوي مش متابعة المسلسلات اللي بتنزل على المنصات اتفرجت على المسلسل بتاع محمد سلام مخصوص، والناس عملوا له دعاية زي الفل. ومسلسل كارثة طبيعية ده يعتبر أول مسلسل بطولة لمحمد سلام، وإن هو قبل كده عمل بطولة مشتركة مع دنيا سمير غانم، بس هنا هو النجم الوحيد. ونيجي بقى للكلام على المسلسل، والمسلسل من إخراج حسام حامد، وده مخرج جديد أول عمل درامي ليه، قبل كده كان بيخرج إعلانات بس، ومن تأليف أحمد عاطف. والمؤلف ده أنا بحبه، ده بالنسبة لي مؤلف كبير، يعني هو هتلاقي في كل الإعلام يقول لك أي مؤلف أو مخرج كبير لازم يكون معدي ال60 70 سنة. أنا بفضل أحمد عاطف، إن أحمد عاطف على فكرة عمل مسلسلين بس، مسلسل بالطو بتاع عصام عمر ومسلسل كارثة طبيعية، ما ألفش أي حاجة تاني، والمسلسلين جامدين جدا. والمسلسل طبعا من إنتاج منصة واتشت، وكان في كلام كتير قوي طالع على المسلسل ده، إن حد يطلع يقول لك أنا شغال في المسلسل والمسلسل خلاص قرب ينزل، الكلام ده من 4 5 شهور، حد تاني يقول لك لا أصل المسلسل اتوقف، حد تالت يقول لك مش عارف إيه، فكنت حاسس أصلا إن مفيش مسلسل، وكل دي إشاعات عشان محمد سلام ما كانش بيطلع يتكلم. والمسلسل طبعا من بطولة محمد سلام، وبتشاركوا في البطولة جهاد حسام الدين، وأنا كنت مقلق منها في الاعلان، ان انا كنت حاسس ممكن الدويتو بتاعها هو ومحمد سلام ممكن ما يمشوش، او الكيمياء بتاعتهم ما تركبش على بعض، بس الاتنين عاملين الدور حلو قوي. وبيشاركهم في البطوله كمال ابو ريا وحمزه العيلي او حمزه العيلي. ونخش على ايجابيات المسلسل، عشان طبعا المسلسل ما فيهوش سلبيات. وفكره المسلسل واللي هي بانت في الاعلان اصلا ان محمد سلام ومراته ان هم بيكتشفوا ان هي حامل في 5 اطفال، وهو اصلا ما كانش معاه فلوس ان هو يخلف طفل واحد، فبتحصل المشاكل من كده، او دي البذرة بتاعة قصة المسلسل. والحلو في المسلسل ان هو لحد دلوقتي مش هتلاقي فيه اطراف، او مش هتلاقي فيه زحمة كتيرة قوي في المشاهد، يعني كل واحد المشهد مكتوب عليه بالظبط. زائد كمان ان المسلسل فيه الكوميديا السوداء اللي انا بحبها، ان هو مش هتلاقيهم نازلين يقولوا لك افيهات، يعني محمد سلام مش هتلاقيه نازل عمال يرص لك افيهات زي بقية المسلسلات الكوميدية، لا هو انت بتضحك من الكوميديا الموقف، زي مثلا مشهد الصيدلية او مشهد حمزة العيلي وابنه لما كسر التلفزيون، ان في مشاهد هتلاقيها انت بتضحك عليها لوحدك مع ان المشهد المفروض درامي. وده نفس ستايل، عشان كده شكرت احمد عاطف الاول ان كان في مسلسل بالطو، ان مش هتلاقي في مسلسل بالطو بتاع عصام عمر كان في اي استظراف او اي ممثل تحس ان هو تقيل على قلبك، لا انت تحس ان الكيمياء كلها متظبطه كويس، حتى كمان من وقت المسلسل وعدد حلقاته، يعني المسلسل 10 حلقات، حلقتين كل اسبوع، ودي نفس الخازوق او نفس المشكله بتاعت كل المنصات، ان هم ما بينزلوش الحلقات على بعض. ومده الحلقه بتاعت مسلسل كارثه طبيعيه هي نص ساعه او 27 دقيقه من غير التترات. والمسلسل كله انت مش هتحس ان في حد واقع، يعني مثلا مسلسل احمد فهمي ابن النادي كانت اول حلقتين او اول 4 حلقات لسه الدنيا تقيله، بعد كده الدنيا ابتدت تفك شويه بوجود الدويتو بتاع حاتم صلاح وكابوزيا لما ظهر، قبل كده تحس ان الكوميديا اضعف شويه في اول 3 4 حلقات. فمسلسل محمد سلام مش كده، يعني انت مش هتلاقي مثلا محمد سلام هو اللي شايل الكوميديا لوحده، لا انت هتلاقي حمزه العيلي عامل مشاهد معاه او الدويتو معاه جامد جدا، وفي نفس الوقت مراته اللي هي جهاد حسام الدين. والمسلسل كمان الحلو اللي فيه ان هو شدك من اول حلقه، يعني ما خلاكش تستنى 3 4 حلقات ومسلسل 10 حلقات عشان يدخلك في الاجواء، انت من اول حلقه وانت خلاص عرفت الدنيا ماشيه ازاي. ودايما انت خلاص اتعود على الكتابه بتاعت احمد عاطف، ان هو كل حلقه هيقفلها ان هو بيشدك ليها، زي مثلا الحلقه الثانيه اتقفلت على كوبايه العصير، هل مراته هتشربها وتسقط ولا لا، والحلقه الاولى نفس الكلام. فالمشكله بقى اللي بتظهر عند الناس ان كل واحد فضوله عايز يعرف ايه اللي حصل في الحلقه، انت قدامك طريقين، ان انت مثلا تستنى اسبوعين 3 يكونوا نزلوا 6 حلقات تتفرج عليهم مع بعض، ودي هتبقى مشكله ان هي هتحرق لك كل الاحداث على تيك توك، ان انت كل ما تخش على تيك توك هتلاقي حد منزل مشهد، هتبقى متضايق أكتر. يا اما تتعايش بقى ان هو كل اسبوع حلقتين، لحد مشكله المنصات بتاعت واتشت وشاهد دي يتعودوا ان هو حتى ينزلوا حلقه كل يوم وخلاص. والنهارده انا مش طالع اتكلم على المسلسل لوحده بس، ان هو المسلسل نزل منه حلقتين، فانت مش هتلحق تاخد منه حاجه غير الانطباع الاول ليك ان هو هل المسلسل وحش ولا لا وخلاص. لكن انا عايز اتكلم على محمد سلام، ان ممكن
ممكن تكون اللي حصل لمحمد سلام او الظلم اللي اتعرض له اخر سنتين دي ممكن تبقى حاجه كويسه ليه، ان هو ممكن بعد كده محمد سلام ما يرجعش يعمل دور تاني ويبقى يعمل ادوار بطوله، بس ان خلاص الناس عايزه تشوف محمد سلام هو بطل المسلسل او بطل الفيلم، مش هيطلع تاني كمان سنه ولا كمان سنتين في دور هجرس يبقى سنيد، او ان هو يبقى تحت احمد مكي، عشان خلاص كل الناس حست ان محمد سلام هو ممثل جامد واستوى كفايه ان هو من حب الناس من خفه دمه ان هو يقدر يعمل ادوار كمان مختلفه، ممكن يعمل دراما او كوميدي زي المسلسل ده. يعني المسلسل ده دراما في حاجات كئيبه ومسلسل بيضحك جدا، فعامل الحاجتين مع بعض. واكتر حاجه ضحكتني لما دخلت على الفيسبوك، فاكرين احنا لما اتكلمنا على الحلقه بتاعت موسم الرياض والمستشار تركي آل الشيخ لما نزل المسرحيه ما كتبش بيومي فؤاد، اما نزل بوست تاني بقى عيدا في محمد سلام قال لك ان المسرحيه بطوله بيومي فؤاد واحمد العونان ومجموعه من ألمع النجوم برضه. وانا اتمنى ان ما يحصلش ضغط تاني على محمد سلام، ان دلوقتي كل شركات الانتاج الكبيره بقت مربوطه ببعض، فممكن بعد كده محمد سلام ما يظهرش، فهتلاقي مثلا لو ممثل محبوب من الشركات دي هتلاقيه بيظهر في كل الاعمال، ولو ممثل مغضوب عليه شويه او مش محبوب من طرف من بقيه الاطراف دي ممكن بقيه الشركات تجامله وما تشغلهوش. وطبعا تقييمي للمسلسل قبل ما نقفل الفيديو هو 12 من 10، وما تنساش تشاركوني الاراء في التعليقات، تقولي لي هل انتوا اتفرجتوا على المسلسل ولا لسه، وايه اكتر مشاهد ضحكتكم في المسلسل ده. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. عايز افكر الناس بالمقاطعه ان رجعت تاني على اخواتنا، وعايز برضو الناس تدعي للسودان، ان السودان محدش يعرف عنها حاجه، مفيش اعلام بيقدر يوصل لها او اي مراسل، فالدنيا مش مفتوحه مثلا زي ويا رب تقف عندهم في اقرب وقت. وبس كده ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش.